حبايب، رجعت لكم بفيديو جديد من المطبخ العراقي في نيويورك. سووا لي فولو، سبسكرايب، ضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل الاشعارات. اليوم راح نسوي عصير لان الجو حار وراح نقعد برا. عندنا مناسبة، يعني مناسبة للبلد كله، الفور جولاي، وهم تصادف مالت العيد ميلاد. هو يوم واحد بس انا حبيت اسويه نسويه، وبرا الجو حار فراح نسوي عصير اليوم. وهم اصور لكم برا راح يصير العاب ناريه وشغلات حلوه، يعني قاعده ومن بيتنا ما راح نطلع، يعني قريبه علينا هي. فراح نسوي هنا عندي 3 برتقالات و2 ليمون وشويه نعناع للتزيين. وعندي هذا العصير همات، يعني هو جاهز بس من انخبطه ويا هذولا راح يطلع طعمه كلش يعني فشي. فهسه ان شاء الله نروح على الماكينه وباوعه. هسه حبايب، ورا ما عصرت هذا الليمون والبرتقال راح اضيفه على هاي. خليت ثلج هنا بهاي مفتوحه، وهسه نضيف هذا العصير فوقاته، يعني مو الا كله، حتى لا شويه هيك، حتى طعم ويعني ولون يصير طعمه مو طبيعي. راح اخليه كله، واضيف قليل من هذا ملح البينك سالت، يعني مال البحر، يعني نضيف هيك قليل، يعني بس على مود يعوض لان الجو حار وجاي نفقد يعني هواي املاح، فيصير طعمه يعني طيب وبنفس الوقت يطيب يعوض عن السائل اللي فقدناه من يعني جاي نعرق هو لان الجو حار. وهسه اضيف هاي شويه عندي فراوله وليمون وبلوبيري هم اضيفه عليه، يعني راح يعطي طعم وريحه حلوه. وقليل من النعناع يصير فريش. بعد ايس حبايب عليه على مود يصير بارد اكثر، واحاول يعني كله اخفه. يعني اتمنى تجربوه، طعمه روعه ويعطي يعوض عن يعني خاصه بجو الحار وبارد ومنعش، يعني ما تتوقعون ايش قد طيب طعمه. ان شاء الله تجربوه، رهيب، طعمه رهيب، بارد وطيب ومنعش. راح نشوي الهمبرجر هنا، وهنا هاي عندنا الاجنحه ويا الكورن. هذا باربيكيو. وهذا الورد جابوا لي اليوم بعيد ميلادي، طبعا شكرا لأولادي. كلش حبيت وريحته حلوة. اليوم عيد ميلادي، حبيت أسوي شوية لقطات. بدت هاي الألعاب النارية اليوم محتفلين بعيد ميلادي. لا لا، امزح وياكم. اليوم عيد الاستقلال مال امريكا، جولاي 4 من الانجليز، فصادف ويا عيد ميلادي.